فاكرين مايا صبحي اللي كانت طلعت ترند ايام الثوره على التلفزيون وقالت فضايح تمس ناس مهمين وتوقعت انها هتتقتل بسبب الكلام اللي قالته؟ بس اللي حصل كان لغز اكبر من القتل بكتير. وبما اننا بقينا اصدقاء انا مش هخبي عليكم ايه اللي حصل، بس طبعا ما تنساش قبلها تشترك في القناه وتعرف اصحابك بينا. انا رامز عادل وده في ظروف غامضه. خليني اقول لكم ان الحكايه بدات في ظروف غامضه سنه 2011 مع دكتوره مصريه في علم الفيزياء اسمها مايا صبحي. والدكتوره دي ظهرت في اكتر من 10 لقاءات تلفزيونيه في الوقت ده وقالت فيهم حاجات غريبه جدا، واللي قالته قلب السوشيال ميديا حرفيا وقتها اكتر من الثوره نفسها. وخليني اقول لكم اللي هي قالته باختصار. قالت ان كل الحروب والامراض والازمات الاقتصاديه اللي بتحصل لنا في العالم دي مؤامره كبيره وبتتعمل علينا دلوقتي، وان كل اللي بيحصل في العالم ده سيناريو مرسوم بالملي ومكتوب بدقة متناهية. في الفترة الحالية ان احنا داخلين، يا ربنا يعني يرحمنا يعني برحمته الواسعة، بس احنا يعني كل الشواهد بتقول ان احنا داخلين على مراحل النهاية. بس فجأة وبدون أي مقدمات مايا في واحدة من اللقاءات طلعت وقالت إنها هتتقتل. ومايا في اللقاءات اللي ظهرت فيها قالت إن العالم هتحكمه حكومة عالمية واحدة ببنك مركزي واحد وعملة عالمية واحدة، وهتكون في ديانة واحدة بس هي اللي معترف بيها في العالم، وهي ديانة الشيطان. خطط النظام العالمي الجديد، المملكة الأخرانية بقى بتاعت حكم الدجال وبتاعت عبادة لوسيفر الشيطان اللي احنا اتكلمنا عنها، ده مش هيقام إلا لما يصل تعداد سكان الأرض لمليار نسمة. واتكلمت ان ده هيحصل عن طريق حروب بيولوجيه هدفها تقليل عدد السكان والسيطره على النمو السكاني. واتكلمت كمان عن زرع شرايح هتتركب في الدماغ هدفها الحقيقي هيكون التتبع والتحكم في البشر، ده غير مليارات الاجهزه اللي هتكون متراقبه بتقنيه 5G الجديده. والكلام اللي انا بحكيه لك ده قالته في 2011. لو خدت بالك ان الكلام ده اتنفذ، وعارفين اكيد مين اللي نفذه. وقالت ان ظهور المسيح الدجال مش هيحصل الا في وجود عدد معين من البشر بصفات معينه، وكل اللي احنا بنشوفه في افلام هوليود مش مجرد خيال علمي ولا شغل سيما، بدليل ان بيحصل كتير منها في الواقع، وان ده تمهيد لينا عشان عقلنا يتقبل بعد كده اللي هنشوفه. زي فيلم كونتيجن اللي اتعرض سنه 2011 واللي كان بيحكي عن فيروس قاتل ظهر في الصين بسبب الخفافيش وهيقتل ملايين البشر في العالم. وطبعا بعد كده جالنا فيروس كورونا واللي حصل فيه كان أسوأ بكتير من اللي حصل في الفيلم ده، غير ان دكتورة مايا اتكلمت عن تقليل عدد البشر بأكتر من طريقة، بس أكتر طريقة سمعت وقتها هي ظهور المثلية الجنسية. وقالت ان الفكرة دي هتدعم من أكبر الدول العالمية عشان ما يبقاش فيه إنجاب. وطبعا في الوقت ده طلع عليها هجوم ساحق، ازاي يعني هيبقى فيه مثلية جنسية؟ بس الحقيقة ان في وقتنا ده اظن ان هي كان كلامها صح 100%. هيخرب لك كل الفطره السليمه، هيدعو للفواحش، هيدعو للمثلية الجنسيه. ربنا عامل ان يبقى زوج ذكر وانثى، لا خليهم ايه نوعين. يدعو للفجور، يدعو للفحشاء، يدعو للقتل، للكذا للكذا، كل الاوجه. بس اللي فات كوم واللي جاي ده كوم تاني خالص. لما اتنبأت مايا وقالت ان في فئه معينه بتحكم العالم وهي اللي مسيطره عليه، والمفاجاه ان الفئه دي مش بشر زينا. مايا صبحي قالت في واحده من لقاءاتها التلفزيونيه ان في اجناس تانية عايشين معانا هنا غير الانس، لكن مش بنقدر نشوفهم ولا نحس بيهم لانهم بشر خارج حدود ادراكنا، او يعني مش بشر قوي لاسباب فيزيائيه وعلميه هي شرحتها، وانا هشرحها لكم برضه في حلقه لوحدها، بس ده موضوع يطول شرحه. بس يعني المهم اننا ما بنقدرش نسمع ونشوف كل الكائنات اللي حوالينا. في امور تدل كتير هنفتحها ان الجن فصائل مختلفه، والجن هو كل ما جن عن رؤيه بني ادم، او كل ما حجب عن رؤيه بني ادم. لا البني ادم ما يشوفوش، هو بيشوف البني ادم بس عشان سواء مش شرط بس عشان ذبذبته اللي احنا قلناها. يعني احنا برضو من الحلقه اللي فاتت قلنا العالم المنظور بتاعنا يقع في نطاق ترددات 34,000 ل 64,000 موجة في البوصة، موجة في البوصة. ما هو دون ذلك، ما هو فوق ذلك لا نراه. وقالت كمان ان الكرة الارضية فيها فتحات تجويف قطر الواحدة منهم بيوصل ل 400 كيلو متر، واغلبها موجود في القطب الجنوبي. ده غير كمان ان في 129 دولة تحت الارض فيهم اجناس تانية وعلى درجة مرعبة من التقدم، وان الفتحات دي بوابات بتوصلنا بالعالم التاني او العالم الاخر زي ما هي سمته. وحسب كلامها ان المانيا كانت من اوائل الدول اللي قدرت توصل للعوالم التحت ارضية، واكتشفت كمان
طريقة يقدروا يتواصلوا بيها مع بعض، وكمان قدرت توقع معاهم اتفاقية، وعشان كده قدرت ألمانيا في بداية القرن اللي فات إنها توصل لتقنيات متطورة جدا في كل المجالات قبل العالم كله. وفضلت ألمانيا متفردة بالتقنيات الحديثة دي لحد سقوطها في الحرب العالمية الثانية. برضو من الحاجات اللي وثائقهم كده إن هم كانوا بيتعاملوا مع كائنات أعلى تقنيا، والكائنات دي ممكن الاتصال بيها عن طريق جوف الأرض. وتتبعوا بقى موضوع الفتحات الأساسية بتاعت جوف الأرض اللي هي موجودة مثلا في القطب الشمالي، يعني في القطب الشمالي وفي القطب الجنوبي فتحات كبيرة جدا، من ضمنها مثلا فتحة القطب الجنوبي اللي هي في أنتاركتيكا دي 400 كيلو القطر بتاعها. طبعا في ناس هتقول لي ايه الجديد في اللي انت بتقوله؟ اصبر على رزقك وانت هتعرف. الجديد يا معلم ان بعد كده امريكا قدرت تسيطر على البرنامج السري الالماني، وسيطرت معاه على العلماء بتوع المانيا كمان، وخدتهم واسست القاعده العسكريه رقم 51 في صحراء في حته اسمها نيفادا. وبالمناسبه قاعده نيفادا دي هي قاعده مهمه جدا في امريكا. خليني اقول لكم ابسط حاجه فيها، ان القاعده دي هي اللي بيطلع منها السفن الفضائيه. ده كمان في سر في القاعده دي هقول لكم عليه بس في حلقه ثانيه لان موضوع كبير. وبعدها بدات امريكا وقتها مشروع اسمه المشروع الاحمر، وكان هدفه اكتشاف العوالم التحت ارضيه. ومن وقت بدايه المشروع الاحمر ده قدرت امريكا ومعاها كام دوله انهم ينفردوا باحدث التقنيات ويصدروها للعالم على انها طفرات علميه حديثه هم اللي عملوها، بيضحكوا علينا. وبكده يقدروا يحكموا العالم ويسيطروا على احدث الاسلحه والتقنيات الالكترونيه والنوويه كمان. اكيد انت بتقول دلوقتي ان الكلام ده كلام خزعبلات ملوش اي علاقه بالواقع، لكن احب اقول لك ان الكلام ده موجود بكل تفاصيله في كتاب اسمه بروتوكولات حكماء صهيون اللي نزل سنه 1982. طبعا هتسالني ايه علاقه كل ده بفضيحه الدكتوره مايا صبحي؟ الفضيحه كانت في اختفاء دكتوره مايا صبحي المفاجئ والغريب، واللي محدش عارف لحد دلوقتي هي راحت فين، لان كل اللي كانوا قريبين منها قالوا كده بالحرف: احنا نمنا وصحينا ما لقيناهاش، فص ملح وداب. ده غير ان كل القنوات فجاه محدش جاب سيرتها وكانها ما جاتش اصلا. تفتكروا اختفت فين؟ وايه سبب اختفائها؟ ويا ترى هل كلامها حقيقي ولا مجرد خزعبلات؟ طب لو كلامها خزعبلات ليه اختفت بعده؟ كل الاسئله دي اكيد محتاجين نجاوبها مع بعض. وقبل ما انهي الحلقه دي اتمنى اللي عنده اي اجابه على الاسئله يشاركها معايا في الكومنتات، واللي يعرف حاجه عن دكتوره مايا يبعت لي لانها شخصيه مهتمه اعرف حكايتها جدا. اما بقى اللي حابب يشوف باقي الحلقات هتلاقوها ظاهره فوق قدامكم دلوقتي. وما تنساش تتابع حساباتي اللي موجوده في الديسكريبشن تحت الفيديو، وكمان ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه ولايك وشير للحلقه لو عجبتك. واوعى تفتكر ان دي النهايه، لسه هنتقابل تاني في ظروف غامضه. انا رامز عادل، سلام.